حتى في علم النفس اسلوب الغمر انك تدخل في الموضوع. تدخل في الموضوع زي التدريج. التدريج يعني ايه؟ يعني مثلا كمثال القطه، رقم واحد ابتدي افرجه على كرتون قطط، اخليه يرسم قطه لو هو بيرسم، ابتدي احكي له حواديت. انا بشتغل على حواس كتير قوي، بشتغل على حاسه البصر، بشتغل على حاسه اللمس اللي هو بيعملها، بشتغل على حاسه السمع، بشتغل على كل هذه الحواس، فبعمل فوكس او تركيز على الموضوع ده. تحكي له قصه عن قطط لطيفه، ان هي كانت بتربي قطه، كان حتى لو يعني مش قول بالكذب، بس حتى لو حاجه مش حقيقيه قوي، كان مربيه قطه وهي صغيره، كانت بتلعب معاها وكانت تصحيها من النوم، الحاجات اللطيفه اللي الحيوانات بتعمل، او حتى كلب يعني، حسب الحاجه اللي هو بيخاف منها. واحده واحده ابتدي هو نفسه يألف ده. ابتدي اوري له قطط مثلا في الشارع او كلاب في الشارع، ابتدي بعد كده احاول اجيب له الحيوان ده حتى لو صغير في البيت، وانا ابقى معاه. مهم جدا في الاول، ابتدي اجرأه والعبه معاه. بعد كده واحده واحده هيبتدي ياخد عليه ويلعب معاه. يبقى انا كده كسرت حته الخوف، بس اهتم ان انا اكسر ده من السن الصغير، لان ده في سن متقدم. مش يعني مش هو كل حاجه ممكن تعمل، بس ايه، كل ما كان سنه صغير كل ما كان اسهل. زي ما قلنا ان كل المعتقدات بتترسخ اكتر في المرحله العمريه الصغيره، في كل ما كان الحاجه مبكرا بقدر اتخلص منها واقدر اظبطها، يبقى خلاص، يبقى الموضوع اسهل. الخطوات دي عايزه نوع من الصبر. في بعض الامهات ما عندهمش صبر كافي، عندهم حاجه مشغولين بحاجات كتير، اقول لك لا، ابنك او بنتك اهم من حاجات كتير انت مشغوله بيها، حاولي تهتمي اكتر. خطوات سهله، تدريجي، بس اهم حاجه ما تعمليش نصحه وتجيبي حاجه تحطيها قدامه. واحدة واحدة، رسم، كرتون، حاجات، مناظر، حكايات وقصص كتير تدعم الفكرة بتاعتك ان ده حيوان لطيف او كويس. ودي كده اجيب له، هتلاقي تلاقي مصطفى الطفل نفسه بيبحث عنه، يقول لك انا عايز اشوف قطة، بتتفرج مثلا في محلات، طب ايه رأيك تنقي ده؟ يعني هنتعب شوية بس هنجيب نتيجة.